التفتيش. أوراقك رجاء. لا مشكلة. من أين تسافرين؟ من أمستردام. أمستردام، وما غرض زيارتك؟ تنتظرني والدتي في الخارج، إنها مسنة. أجل. بالنسبة إلى الشرطة، شيء في سلوك المرأة يشير إلى أنها ربما لا تقول الحقيقة. تعالي نتحدث قليلا. هل هناك مشكلة ما؟ تعالي لنتأكد من بعض الأمور. قررنا إجراء تفتيش عشوائي على المسافرين. خلال التفتيش أثارت انتباهنا مواطنة كوبية وصلت على متن رحلة من أمستردام. كم ستبقين في إيطاليا؟ 4 أو 5 أيام. أكثر أم أقل؟ أكثر من 4 أم أقل من 5؟ حوالي تلك المدة. عندما رأيتها تنزل من الطائرة بدت مرتبكة أو خائفة أو مذعورة نوعا ما. تبدو المسافرة متوترة ومترددة. تقول إنها تعيش في أمستردام وسافرت إلى روما لتزور أمها، لكنها لا تقدم الكثير من التفاصيل. ضعي حقيبة يدك وحقيبة سفرك هنا. أخبريني الآن، هل أنت هنا لتزوري أمك حقا؟ أجل، أمي في الخارج وهي مسنة. مسنة؟ أجل. إنها امرأة مسنة. كيف تكسبين عيشك؟ أنا فنانة استعراضية. فهمت الآن، لكن ما المشكلة؟ لا أعلم، لست متأكدة من أن عملي يلقى احتراما هنا. إن أخبرتنا بأنك فنانة استعراضية فلا يختلف عن أي عمل آخر، طالما أنك هنا لتكوني فنانة. آمل ذلك. هل تحملين شيئا لا ينبغي لك أن تحمليه؟ لا. هل نفتش الحقيبة؟ لا أظن أن ذلك ضروري. أنبدأ بتفتيش حقيبة يدك؟ فتش الحقيبة، لكن هذا تفتيش روتيني للشرطة. انظري ما كتب هنا بأحرف كبيرة: شرطة. أجل. نحن نقوم بالتفتيش، نجريه بطريقة أو بأخرى. يبدأ الضابط بتفتيش حقيبة يد المسافرة. كل شيء قانوني. عندما ينتقلون إلى حقيبة السفر، يفاجئ ما بداخلها هؤلاء الضباط المتمرسين حتى. متأكدة أنك لا تحملين شيئا مخالفا؟ متأكدة من ذلك. يأخذ التفتيش منحا غير متوقع. لنخرج كل شيء منها. ما هذا؟ حقيبة يدك؟ فتش الحقيبة، لكن يظن الضباط أنها قد تملك خططا أخرى. ما خطبك؟ لا شيء. لماذا جئت إلى إيطاليا؟ أخبريني. أتيت لأزور أمي فحسب. المحتويات فريدة، لكن جميعها قانونية. هل تحملين شيئا في جيوبك؟ لا أحمل أي شيء، يمكنك التأكد. هل تؤدين استعراضك بهذا؟ لا. هل أنت متأكدة؟ لماذا جئت إلى إيطاليا؟ أخبريني. أتيت لأزور أمي فحسب. ليس هناك إشكال لدى المسافرة. انتظري هنا بينما ننهي الأعمال الورقية. حسناً. يمكنها إكمال رحلتها الآن. سترى والدتها في روما. أريد زيارة كوبا أيضا. ثم تتجه إلى كوبا لتزور أقاربها، وأخيراً ستعود إلى أمستردام. يمكنك الذهاب. أنا ممتنة لذلك. ستزورين والدتك؟ أجل. ثم إلى كوبا؟ أجل. هل ينتظرك أحد في هولندا؟ أجل، لا شك في ذلك.